فيلمنا النهارده بيبدأ بخناقة بين اتنين ستات عواجيز علشان الحاجة داي قاعدة تتكلم عن ابنها البروفيسور تشانج الجامد اللي مفيش منه اتنين، وعامة بيبقى ده حالها في أي قعدة، مش حاجة جديدة عليها يعني. وعلشان كده بتقعد الحاجة ليه تضايقها وتقول لها لما هو زحلقة قوي كده ومشهور مش هين عليه جابلك جزمة جديدة ليه؟ فبتتضايق منها وبتقوم علشان تجيبها من شعرها، بس بتلاقيه طلع كله في ايديها لأنها باروكة أصلا، والناس وقتها بتفضل تضحك عليهم. لما بترجع داي للبيت بقى بتلاقي نفسها فاصلة كده، فبتقعد ترازي في مرات ابنها شوية وتقول لها أكلك وحش، بس هي جادة من الدنيا كلها أساسا وفيها اللي مكفيها، فبتختار إنها ما تردش عليها خالص، وبتروح تقفش ابنها اللي طالع يتسحب بالجيتار ده وفاكرها مش شايفاه. بس جدته بتيجي تدافع عنه يعني، وبتقول لها سيب الواد يتعلم موسيقى، ده شاطر وموهوب وهيبقى حاجة كبيرة جدا في المستقبل، وبعدين بدل ما تفش غلك فيه روحي كلمي جوزك يبعت لنا فلوس بدل ما احنا قربنا ناكل ساحلي كده. وبتروح هي تدي لحفيدها فلوس علشان يجيب ملبس بعد التمرين، وامه بتبقى هتطق من جنابها وبتقول لها لو سمحتي سيبي تربية الاطفال عليا وما تتدخليش تاني. فبتقول لها انت مالك يعني زعلانه ليه؟ يا ريت الزمن يرجع بيا لسن ال20 تاني علشان ابقى مغنيه قد الدنيا، وبعدين انت فاكره نفسك هتعرفي تربي العيال احسن مني؟ فبتقول لها لا طبعا العفو، ما انا شفت تربيتك وعايشه معاها اهو، مش باين على وشي ولا ايه؟ المهم يعني ان حفيدها اللي قايم عليه الخناقه ده اصلا عيل فاشل وفرقته فاشله شبهه كده، ومستواهم كلهم في الحضيض اساسا، بس بالرغم من كده محدش بيعترف ابدا انه غلطان وبيقعدوا يرموا اللوم على بعض. في وسط الخناقه بقى بيقول لزميلته انت متكبره علينا ليه؟ ده جدتي بتغني احسن منك خلي بالك. فبتقول له خلاص ابقى هات جدتك تغني المره الجايه يا حماده، انا بطلتها خالص الشغلانه دي. المهم يعني في الوقت ده بتبقى الحاجه داي واخده السوق كعب داير وعماله تدور على ارخص جزمه، وبتقعد تفاصل هنا شويه وهنا شويه، بس البياعين حفظوها خلاص وعارفين انها كده كده مش هتشتري حاجه فبيسيبوها مع نفسها. لما بترجع البيت بقى بتلاقيه في حاله فوضى عارمه ومرات ابنها واقعه على الارض، فبتجري تجيب الاسعاف بسرعه وبيطلعوا كلهم على المستشفى، بس هي بتبقى مخنوقه منها على الاخر وبتقول لهم انا مش عاوزه اشوفها قدامي خرجوها بره. المهم بعد كده الدكتور بيقول لجوزها انها مجهده نفسيا وجسديا، ولو رجعت لنفس الظروف بتاعه المعيشه اللي كانت فيها حالتها هتسوء اكتر من كده. فبيرجع تشانج على البيت وهو بيفكر جديا انه يبعت امه عند اخته في الريف ولا حاجه، بس ابنه دونج بيفضل يتخانق معاه وبيقول له انها مش بترتاح هناك وهم اساسا مش بيعاملوها كويس ومستحيل يوافق على حاجه زي كده. المهم في الوقت ده بتبقى داي راجعه للبيت بالصدفه وبتسمع كلام ابنها، فبتتضايق جدا وبتخرج تاني تقعد على اي كافيه بره، ولما جارها بيلاقيها زعلانه قوي كده على غير عادتها بيجي علشان يتكلم معاها. ساعتها بقى بتيجي واحده كده تقول لها نورتي المكان كله، انتي مش عارفاني ولا ايه؟ نسيتي لما جيت الحي ده جديد ومعاك عيل صغير مش لاقيه تاكليه، وامي وقتها هي اللي خدتك عندها وادتك وظيفه في المطعم، وانتي بقى بدل ما تردي الجميل سرقتي الوصفه السريه للمكرونه بتاعتنا ورحتي فتحتي بيها محل لوحدك وتسببتي في افلاسنا بعد ما كنا مشهورين جدا. بس هي بتقول لها لا انت اكيد غلطانه ما بيني وبين حد تاني ولا حاجه، وبتقوم علشان تمشي من قدامها خالص، بس الست بتبقى مغلوله منها على الاخر وما بتصدق تشوفها علشان تنزل فيها ضرب، وبتفضل تصوت وتقول لها عيلتي فلست بسببك يا بعيده. فبتقعد داي تعيط وتقول لها انا اسفه يا بنتي بس وقتها ابني كان عنده مرض خطير جدا وما كانش حتى وقتها بيعرف يشرب شويه ميه لوحده، وانا كنت مستعد اعمل اي حاجه علشان انقذ حياته بغض النظر بقى عن كلام الناس، بس دلوقتي ما شاء الله عليه كبر وبقى استاذ في الجامعه ومكانته عاليه وبيحبني جدا وبيقدرني لانه عارف انا ضحيت قد ايه علشان اعرف اربيه لوحدي، خصوصا بعد ما ابوه مات في الحرب. وبتخرج من المطعم تقعد على الرصيف بره وهي عماله تعيط على حظها المهبب ده، لكن بعدها بتمسح دموعها بسرعه لما بتلاقي حفيدها بيتصل بيها وبيقول لها انا جعان قوي يا تيتا ومحدش راضي في البيت يعمل لي اكل خالص. فبتقول له ولا يهمك يا ابني تعالى عند مكتب البريد هعزمك على فراخ وابقى هات صحابك معاك هم زي احفادي برضو. بس بعد ما بتقفل معاه بتاخد بالها انها قاعده قدام استوديو تصوير اسمه شباب للابد، فبتقرر تقوم تاخد صوره قبل ما تكبر اكتر من كده ويبقى شكلها وحش، علشان يعني لما تتكل على الله يبقى في صوره حلوه تتحط في الجنازه بتاعتها. فبيقول لها المصور يا ستي ولا يهمك انت عندك دلوقتي 70 سنه، يعني انا هصغرك بالكاميرا بتاعتي دي 50 سنه، بس عاوزك تفكري في اكتر لحظه سعيده عدت عليكي في حياتك.
المهم انها بتاخد الصورة بعد كده وبتطلع تجري بسرعة علشان تلحق اخر اتوبيس راجع للمدينة، بس بتبقى مستغربة ازاي شباب الايام دي وقاحين قوي كده ومش راضيين يقوموا لست كبيرة قد جدتهم علشان يقعدوها. بس بعد شوية يعني كده واحد بيقوم وبيديها مكانه، بس فضل يعاكس فيها بطريقة غريبة جدا وما بتبقاش فاهمة حاجة خالص لحد ما بتشوف شكلها في ازاز الاتوبيس، بس هي بتقول بس دي اكيد تخاريف قبل الموت. وبتطلع بعد كده تجري بسرعة على الصيدلية علشان تشتري مهدئ قبل ما تتجنن، لكن بتلاقي واحد هناك قد ابنها بيقول لها مالك يا بنتي في ايه؟ فبتتخض جدا وبتقول له انت كمان هتستهبل؟ هي مؤامرة كونية ولا حاجة؟ لو سمحت يا عم انت تخمن كده ان عندي كام سنة؟ فبيقول لها والله انا اتوقع انك 20 مثلا بالكتير. وبيجي الصيدلي يقول لها مالك طيب زعلانة ليه؟ ده انت 19 بس. فبتطلع تجري من هناك بسرعة قبل ما تتجنن على الآخر. وفي نفس الوقت ده بيبقى حفيدها واصحابه واقفين مستنيينها في المكان اللي اتفقوا عليه، وهي كانت واقفة تراقبهم من ورا الشجرة لما وصلت يعني، لحد ما دونج بيقرر انه يرن عليها لانها اتأخرت. فبتطلع التليفون تقفله بسرعة وبتروح على المكان اللي المفروض فيه الاستوديو، بس بتلاقيه عبارة عن محل شنط ماشيها شنط وخلاص. المهم تاني يوم بيروح ابنها البروفيسور تشانج يسأل عليها الجيران يمكن يكونوا شافوها هنا ولا حاجة، لانها ما رجعتش البيت من امبارح وما راحتش تقابل دونج زي ما كانوا متفقين. لما جارو بقى بيعرف الخبر ده الطبق بيقع من ايده وبيبقى خايف عليها اكتر من ابنها نفسه، لدرجة انه بيبقى مستعد يبيع بيته كله ويدفع لها الفدية لو كانت اتخطفت ولا حاجة. وبتفضل بنته تصوت وتقول له يا راجل عاوز تشردنا في الشارع ليه؟ ده ابنها ما عملش كده علشانها، وكل اللي ربنا قدره عليه انه هيروح يبلغ الشرطة وخلاص على كده. المهم يعني بنرجع لداي اللي بتبقى نايمة في الشارع وبتحلم انها ماتت وعيلتها فرحانين فيها جدا وبيتخانقوا مين اللي هياخد الأوضة بتاعتها، ولما بتصحى بتلاقي 99 مكالمة فائتة. فبتستغرب طبع البني ادمين وبتقول لنفسها مش كنتوا عاوزين تطردوني، بتتصلوا بيا ليه دلوقتي؟ بس عامة بتقرر انها هتستمتع بشبابها اللي رجع لها تاني، سواء كان حقيقي بقى ولا حتى حلم اي حاجة. وبتروح تصرف مدخراتها كلها اللي بتحوش فيها بقالها 50 سنة على الهدوم الجديدة وبتروق على حالها يعني من الآخر. وبعد كده بتطلع على بيت جارها تشوي علشان تأجر عنده أوضة تقعد فيها، وهو أول ما بيشوفها بيقول لها انت شبه الحاجة داي قوي. فبتتخانق بنته معاه وبتقول له انت فلقت دماغنا بالحاجة بتاعتك دي، يا عم ما تقلقش عليها دي ولية ب7 أرواح وهتظهر تاني كده كده. المهم يعني انها بعد ما بتاخد الغرفة دي بتروح تسيب جواب قدام بيت ابنها وبتكتب لهم فيه الجدة بخير محدش يقلق عليها وعيشوا حياتكم. بس دونج حافظ خط جدته وبيعرف ان هي اللي كتبت الجواب ده، فبيروح يبلغ الشرطة من غير ما امه تعرف، لانها احتمال كبيرة تبقى مخطوفة والعصابة اجبرتها تكتب الجواب ده، ولا ممكن تكون هربت من البيت لما سمعت انهم مش عاوزينها ولا حاجة. بس عموما في كل الحالات يعني لازم يدوروا عليها. هما بقى كانوا عمالين يلفوا حوالين نفسهم كده وما يعرفوش انها قاعده معاهم في نفس الحي ويعتبر في نفس البيت كمان. وهي بقى لما بيجي لها الفرصه انها تغني مش بترفضها زي زمان، وبتقف تغني كده حتى لو اللي هيسمعوها 5. بس اثناء ما هي واقفه بيجي منتج موسيقي كان معدي بالصدفه، بس ما بيلحقش يتكلم معاها لانها اول ما بتلاقي حفيدها واقف يسمعها بتطلع تجري بسرعة وبتختفي من قدامهم خالص. لما بترجع البيت بقى بيقعد تشوي يقول لها أنا مستغرب جدا لأن طريقة كلامك وتصرفاتك وحتى الأغاني اللي بتحبيها زي شخص أعرفه بالظبط. فبتقول لنفسها هو يقعد يقرفني ليه؟ والله لكون قايمة طالعة أوضتي. بس أول ما بتطلع من الباب بتلاقي دونج في وشها، فبترجع جري على جوه تاني وما بتبقاش عاوزة تتعامل معاه لا من قريب ولا من بعيد لحسن يكشف هويتها ولا حاجة، بس هو بيبقى جايلها مخصوص اصلا علشان يتكلم معاها. وعموما مفيش مفر من انها تنزل معاه وتشوفه عاوز ايه بالظبط. ولما بتقعد قدامه بتلاحظ لاول مره انه نسخه من جده وحتى نفس الصوت وطريقه الكلام، وبتفضل تفتكر اليوم اللي عرض عليها الجواز فيه وبتتخيل ان حفيدها هو كمان عاوز يتجوزها. فبتقوم تصوت وتقول له لا مستحيل قبل ما تسمع سؤاله اصلا. بس هو وقتها بيزعل جدا وبيقول لها انت عندك حق والله فعلا صوتك جميل جدا وخساره في الفرقه التعبانه بتاعتي. فبتتراجع عن الهبل اللي عملته من دقيقة ده وبتقعد مكانها تاني لما بتعرف يعني ان الكلام كان على غناه. دونج بقى بيقول لها بصراحة كده انا اتخانقت مع مطربة الفرقة وهي سابتنا وراحت مكان تاني، ده غير اننا ما عندناش ساحة تدريب اصلا. فبتقول له يا عيني يا ابني شايل كل ده وساكت، ده غير طبعا المشاكل اللي عندكم في البيت. فبيستغرب جدا انها عارفة حاجة خاصة زي دي وبيسألها انت عرفتي منين؟ بس هي مش قليلة برضو، دي خبرة 70 سنة ماشية على الارض. بتقول له هكون عرفت منين يعني؟ اكيد سمعت من السيد تشوي اللي ساكنة عنده. المهم انها تاني يوم بتروح معاه علشان يبدأوا في الغنى، وبتتفاجئ بقى بالقرف اللي بيقدمه وهو بيفضل يصوت كده لحد ما ودانها جابت دم. فبتروح تقول له انت ابوك عارف انك بتغني القرف ده؟
وبعدين ايه اللي انت عامله في شكلك ده اساسا؟ انت فاكر نفسك كلب يا حبيبي؟ الاغاني ما بتبقاش كده خالص، انتوا مضحوك عليكم. وبتقعد تقول لي محدش راضي يسمعنا محدش راضي يسمعنا. طب ما طبيعي محدش يرضى يسمع النشاز ده. فبيحس بالاحباط وبيقول لها طب ايه نوع الاغاني اللي انت عاوزاها؟ فبتاخد منه المايك وبتقعد تغني اغاني الزمن كل وشرب عليها، بس كانت لسه ليها قيمتها يعني وجمهورها. وبالرغم من انه ما بيبقاش مقتنع عموما بس بيسمع كلامها، وبيروحوا يغنوا في الساحة، وفعلا بيلاقي ناس كتير جدا متفاعلة معاهم وواقفين يسمعوهم لأول مرة في حياته. لكن الشرطة بتفسد عليهم اللحظة السعيدة دي وبتخليهم يلموا حاجتهم ويجروا بسرعة قبل ما يتقفشوا من قفاهم. لكن مش معنى كده انهم استسلموا ولا حاجة، دي مجرد خطوة بداية بس. وبعد كده بتروح معاهم علشان يشتروا لبس بني ادمين ويحلقوا شعرهم زي البني ادمين برضه، لان الناس بتتفرج قبل ما تسمع ولازم يبقى شكلهم مقبول ونضيف بدل انه يلوك الكلابي اللي كانوا عاملينه ده. ومن ساحة للتانية بقى بعد كده بتبدأ شهرتهم تزيد بين الناس وبيعملوا حفلات حقيقية، بس لسه اتيتيود الجدة لازق في لسان داي. بتفضل تصلح على واحدة في الأتوبيس وتقول لها ازاي مخرجة الطفل بلبس خفيف كده بالليل، انت ما عندكيش دم ولا ايه؟ وبعدين ايه اللبن الصناعي اللي بتشربيه للواد ده؟ كده هيجيله مغص، هو في احسن من اللبن الطبيعي؟ ولا انت مش عاوزة بقى تتعبي نفسك؟ فبتقوم الست تتخانق معاها وبتقول لها انت مالك اصلا اللبن صناعي ولا لا؟ هو ابنك ولا ابني؟ ده انت بنت واقعة بصحيح. بيبقى بقى المنتج الموسيقي واقف مراقب الموقف ده من اوله لاخره وعمال يضحك عليهم، وواضح كده انه معجب بداي جدا لدرجة انه بينزل وراها في المنطقة بتاعتها، وهي اول ما بتحس انه ماشي وراها بتختفي من قدامه خالص وبتخليه يدور عليها شوية حلوين. بس يعني بعد كده بتطلع له زي القضا المستعجل تتخانق معاه وبتقول له انت ماشي ورايا ليه؟ هو موسم التزاوج بدأ ولا حاجة؟ فبيقول لها لا، هو كل الموضوع اننا اتقابلنا صدفة كذا مرة، فقلت يمكن القدر هو اللي مرتب لنا اللقاءات دي. بس المهم يعني انها اول ما بتشوف الشرطة في الشارع بتجري تقول لهم الحقوني الراجل ده بيتحمرش بيا. فبيروحوا يشدوه على الاسم وهو عمال يصوت ويقول لها يا ست انا عاوز رقمك علشان اطلعك معايا في برنامج، والله انت مجنونه يا ستي. المهم يعني تاني يوم بتروح لدونج البيت على اساس انها صاحبته، واول ما بتشوف مرات ابنها بتقول لنفسها شوف الولايه بقت زي القرده بعد ما مشيت ازاي، دي زي ما يكون صحتها جت على اختفائي ولا ايه. المهم يعني انها لما بتوصل قدام اوضتها بتفضل تمثل انها بتعيط علشان تدخل جوه، وبتجري بسرعه تاخد الذهب والفلوس اللي كانت مخبياهم في الدولاب قبل ما حد ياخد باله. في الوقت ده بيبقى جارها وابنها في مركز الشرطة كانوا بيطلبوا تتبع لخط سيرها من خلال الفيزا بتاعتها وأماكن السحب، وفعلا بتقدر الشرطة تجيب شريط الكاميرا، بس الشخص اللي سحب الفلوس كان ماسك شمسية كبيرة وما كانش باين هو مين بالظبط، بس عموما يعني ده مش جسم الجدة خالص، وعلشان كده بيخمنوا انها مخطوفة فعلا والعصابة خدت منها الفيزا واجبروها كمان تكتب الجواب اللي جالهم ده. بس تشوي وقتها بيشك في البنت اللي ساكنة عنده لانها معاها نفس الشمسية. هي بقى في الوقت ده بتبقى قاعدة مع دونج وعيلته على العشاء وبتفضل تنتقد الأكل زي ما كانت بتعمل قبل كده بالظبط، لدرجة إنهم بيشكوا إنها أخت داي ولا حاجة. بس أول ما بتشوف ابنها داخل من الباب بتجري عليه بفرحة، لكن لما بتستوعب اللي عملته ده بتمثل إن عندها مغص وعاوزة تروح الحمام. المهم إنها تاني يوم بيبقى عندها مسابقة غنى مع باقي الفرقة بتاعتها وطول اليوم كانت بره البيت، فبيستغل تشوي الفرصة دي وبيروح يقلب في حاجتها لحد ما بيلاقي البطاقة وطقم الأسنان بتاع الحاجة داي وكمان الطقم اللي كانت لابساه لما طفشت من البيت. ولما بترجع البيت هي بقى بتلاقي الأدلة دي كلها مشعلقة قدامها في الجنينة زي أفلام الرعب، وتشوي مستخبي في الضلمة، فبتمسكه توقع لحمه وبتربطه بالبلاستر من فوق لتحت وبتقعد تهزق فيه علشان بيفكر يتحداها. فبيقول لها أنا كنت عارف من أول ما شفتك إنك قاتلة، ده حتى باين على شكلك، بس ربنا أراد إنه يكشفك بطقم الأسنان بتاع الحاجة داي. انت يا جبارة دفنتيها فين؟ فبتسيبه مربوط في مكانه وبتقوم تمشي علشان اتخنقت منه، بس بتقوله الأول دور عليها في حتة تانية، أنا ما عنديش وقت علشان أدفن حد. لكن هو ساعتها بيفضل يعيط ويقول لها خلاص اقتليني زيها لأني مش هقدر أعيش في الدنيا طول ما هي مش فيها. فبترجع وقتها تقول له انت متمسك قوي بيها كده ليه؟ دي ست خرفانه، انا مش فاهمه اللي انت فيه ده. واول ما بتشتم عليها بيتعصب جدا وبيقول لها خراسي قطع لسانك، دي ست طيبه جدا وجميله على الاخر، انا عمري ما هنسى انها احتوتني هي وعيلتها لما اتيتمت من وانا عندي 13 سنه، وعمري ما انسى شكلها الجميل وابتسامتها الساحره. فبتقول له طب بص على ابتسامتي كده، مش واخد بالك من حاجه خالص؟ فبيقول لها لا واخد طبعا، انت عاوزه تخوفيني بشكلك اللي شبه دراكولا ده، بس انا ما بخافش، ويا ريت بقى تقتليني دلوقتي حالا علشان اقابل الحاجه في العالم الاخر. لكن بعد شويه تدقيق كده بيكتشف انها نفس شكل داي بالظبط وهي صغيره، ومش بعيد تكون هي كمان.
فبتقعد بقى تشرح له القصة كلها من أول ما صغرت لحد ما جت هنا، واستغلت الفرصة اللي معرفتش تحصل عليها زمان في الغنى، وبتطلب منه يحتفظ بالسر ده بينه وبينها. بس هو بيقول لها ابنك قلقان عليكي جدا ومن حقه هو كمان يطمن. فبتقول له خلاص انت هتروح تقول له انك قابلتني ولقيتني كويسة جدا وصحتي زي الفل، بس عاوز ارتاح شوية وهبقى ارجع لما يهفني الكيف، وبأديهم كمان الجواب ده بالمرة. فبيروح ينفذ اللي اتقاله بالحرف، وبيطلب من تشانج انه يفك تجميد حسابها البنكي ويفعل الفيزا اللي لسه موقفها من شوية دي، وبيجود من عنده بقى انه قرر يتجوزها اول ما ترجع، وعرفه انها هتتنقل من هنا علشان تعيش معاه في بيته، وهي اساسا واقفه بره هتفرقع وبتتوعد له بالعذاب. ساعتها بقى بتدخل دوري بنته تعيط له وبتقول له انا كنت عارفه من زمان انك بتكرهني ومش عاوزني معاك في البيت، واللي بتشجعها على كده كمان هي الحاجه ليه اللي بترسم على ابوها بقالها سنين وعاوزه تتجوزه علشان تورث البيت بتاعه، بس هو يعني ما بيبقاش طايقها. المهم انها بتفضل تقنع دوري ان لو ابوها اتجوز اي واحده غيرها هيرميها في الشارع على طول. بنسيبهم دلوقتي وبنروح لداي الجديده اللي قررت تحقق احلامها القديمه كلها. بنشوفها وهي في حفله كده محترمه على مسرح محترم، وبتغني اغنيه حزينه وهي عماله تفتكر كل التعب اللي مرت بيه في حياتها زمان، وبتعيط على المسرح كمان. بس الناس بيبقوا مبسوطين جدا انهم بيسمعوا الاسطوره دي وبيفضلوا يشجعوها وبيسقفوا لها على الاخر. بعد الحفله على طول بتروح مع الفريق بتاعها والمنتج اللي اكتشفها علشان يحتفلوا، وطبعا الحاج تشوي بيبقى موجود معاهم، ده بقى اساسي خلاص. هناك بيبقى عيل كده فرحان بشباب ولسه رايح الجيم جديد، فبيمشي يفرض عضلاته على كل الناس، وبيفضل يتخانق مع تشوي ويقول له مش صغيره عليك دي يا جدي. فبيمسكوا تشوي يضربه، وبتيجي داي تهزق فيه زي الناس الكبيره وبتقول له انت عندك كام سنه يا طفل انت علشان تتخانق مع عمك الحاج؟ روح يا اخويا قدم في الجيش اللي انت هربان منه ده وامسك سلاح يفيد بلدك، بدل ما انت داير صايع كده وبتتشاكل في الناس وخلاص. اللي مش عاجبك ده كان بيتعامل مع القنابل كانها رز بلبن، يعني لو سبته عليك دلوقتي هيعملك سندوتش، بس هنعتبرك عيل وغلط خلاص. وعامه بعد ما بتكسب المعركه العنيفه دي بلسانها بس، بيرجعوا يحتفلوا تاني كأن مفيش حاجه حصلت. لكن كيم بيلاحظ انها مجروحه في رجلها وبيجي يقول لها، فبترجع على البيت بسرعه علشان تربطها، لكن بتلاحظ وقتها ان الجلد اللي حوالين الجرح كرمش كأنه كبر في السن فجأة. فبيستنتج تشوي انها لو نزفت هترجع لشكلها الاصلي، بس بيبقى مبسوط جدا انهم لقوا طريقه ممكن ترجع بيها. لكن دوري وقتها بتدخل في وقت مش مناسب وبتفهم غلط خالص، فبتروح تجيب داي من شعرها وبتطردها بره البيت وبترملها حاجتها، وبتمسك ابوها تهزقه علشان عنده مراهقه متاخره هو كمان، وماشي مع عيلة صغيرة قد أحفاده لو كانوا موجودين يعني. لكن هو شبع خلاص من الدراما اللي بتقعد تعملها كل شوية دي، وبيقرر إنه هيروح ورا داي ومش هيسيبها. فبتجري دوري تمسك في بنطلونه علشان ما يمشيش، بس هو كان حاسم قراره خلاص وبيسيب لها البنطلون اللي هي متشعبطة فيه ده. المهم ان داي بتفضل واقفه قدام بيت ابنها مش عارفه تعمل ايه لحد ما الدنيا بتمطر على دماغها، بس لحسن الحظ يعني ان كيم بيتصل بيها وبيقول لها انا عاوز اقابلك. فبتروح على طول للشقه اللي هو قاعد فيها، وبتفضل تقول له دي جميله وشرحه وبرحه، ده انت تلاقيك غني قوي على كده. فبيقول لها اتمنى ان ابقى غني والله، بس الشقه دي ايجار اصلا. فبتقول له ده انت تلاقيك مش متجوز بقى على كده وامك زعلانه عليك. فبيقول لها لا للأسف مش متجوز، وأمي مش زعلانة ولا حاجة لأنها توفت من زمان. فبتشرب الكأس اللي قدامها ده وبتقول له أنا كمان زوجي توفى من زمان، وابني كبر دلوقتي وعندي أحفاد أكبر مني بس مش عايشة معاهم. أنا عايشة مع واحد أرمل كده بيحبني جدا، بس للأسف اتخانقت مع بنته من شوية فاضطريت أسيب البيت وأمشي. فبيقعد يسمعها للآخر وهو شاكك في سلامة قواها العقلية، وما بيبقاش عارف هو الصنف مضروب ولا دماغها اللي خفيفة، لكن بيقعد يضحك على القصص اللي هي بتحكيها وخلاص لحد ما بينام وهي بتكمل شرب مع نفسها. تاني يوم بقى تشوي بيروح يحكي لتشانج كل حاجة وبيعرفه ان امه تبقى هي البنت الصغيرة اللي قاعدة عنده في البيت، والموضوع فعلا صعب انه يتصدق بس هو حصل وخلاص. وبيوريه صورة قديمة كده لامه علشان يتأكد من الكلام، بس بيتفاجئ ان الصورة بايظة اصلا، وتشانج بيكلم الدكتور علشان يسأل على حالة الخرف والزهايمر اللي بيمر بيها. فبيرجع للبيت وهو عمال يعيط وبيفضل يشرب علشان ينسى. فبتدخل بنته وقتها تتريق عليه وبتقول له بقى البت المفعوصة دي عملت فيك كل ده، عموما اتألم براحتك يا حاج، انا ما قلتش حاجة، بس لو عرفت انك اديتها الارض مش هيحصل كويس. المهم مع مرور الايام الخلافات بتبدأ تظهر بين الفريقين والمنتج، لانه شايف ان صوت داي مميز جدا ويستحق مكانة اعلى بكتير من الفرقة المتواضعة دي.
وبيفضل يعترض على كل اغاني دونج علشان يزهقه ويمشيه. فبتطلع داي تجري وراه وبتقول له ما تبقاش قفوش كده، هنصلحها وهتبقى كويسه، او حتى هنكتب اغنيه جديده خالص مش مشكله يعني. لكن هو بيفضل يزعق وبيقول لها الموضوع مش بالسهوله اللي بتتكلمي بيها دي خالص على فكره. بس هي بتقول له انت بتعلي صوتك على مين يا طفل، والله لكون ضرباك يا اللي ما شفتش ربايه. وبتمسكه ترنه علقه محترمه في نص الشارع، بس بعد كده بتصالحه وبتجيب له فراخ من اللي بيحبها. فبيسألها بعد كده هو انت مرتبطه بكيم وبتحبيه فعلا ولا ايه؟ ساعتها بقى بتموت على روحها من الضحك وبتقول له انت معجب بيا ياض ولا ايه الحكايه؟ عموما انت كيوت والله بس للاسف مش نوعي المفضل. فبيضحك ساعتها وبيقول لها والله انت بتفكريني بجدتي، نفس طريقه كلامها وتصرفاتها بالظبط. وبيقعد يوريها الصور وفيديوهات كان عاملها مع جدته قبل ما تمشي. المهم تاني يوم بتروح تجيب كيلو موز هديه لتشوي، وبيتقابلوا في كافيه بره علشان دوري ما تعرفش وتموتهم هما الاتنين. بس شكله كده رجع لعقله خلاص وبيقول لها انا مش عاوزك تيجي تشوفيني تاني، الناس هتقول ايه لما يلاقوني مصاحب عيله صغيره قد احفادي وانا راجل عجوز. في الوقت ده بيبقى دونج قاعد يجتهد في تاليف الاغنيه الجديده، ولما ابوه بيرجع من بره بيقعد يتفرج عليه من بعيد وهو فرحان بيه جدا، وبالصدفه بيشوف صوره امه متعلقه على الحيطه، فبيفتكر ان معاه صوره ليها وهي صغيره وبيجري يطلعها بسرعه. على الناحيه التانيه بيبقى كيم عازم داي على العشاء بمناسبه نجاح الاغنيه الجديده، وبالمره يفتح معاها موضوع الجواز. ولما بيسالها ايه رايك فيا بتقول له والله انت راجل محترم ووسيم ما قلناش حاجه، بس احيانا الموضوع كله بيبقى متعلق بالعمر. فبيحس بالاحراج وبيقول لها فعلا انا اكبر منك بكتير جدا ومش هينفع. بس هي بتقول له لا حبيبي انت فاهم غلط خالص، انا قصدي لما انا اكبر والتجاعيد تملى وشي فجاه هل هتفضل تحبني برضه؟ فبيقول لها اه طبعا، هو انت هتكبري لوحدك يعني؟ ما انا كمان هبقى جد في يوم من الايام. بس عامه مش بينقذها من الموقف المنيل ده غير التليفون اللي بيجيلها من تشوي علشان يبلغها ان ليه في المستشفى وحالتها صعبه جدا. فبتقول لكيم معلش بقى انا لازم امشي دلوقتي حالا لان عندي زياره لحد مهم في المستشفى، بس هو بيصمم انه يوصلها لحد هناك ويستناها كمان علشان يرجعها للبيت. وعموما لحد ما بتوصل بتكون الحاجه ليه فرقه الحياه خلاص. بعد كام يوم كده بيجي وقت اصدار اول اغنيه كامله من مجهود الفرقه، ومش باقي غير 10 دقايق بس ويطلعوا مسرح. بس دونج بيبقى متاخر جدا عليهم وكله عمال يستعجله، فبينزل جري بالعجله بتاعته علشان يلحق يوصل في الميعاد المناسب. لكن للاسف في عربيه بتخبطه وبيتصاب اصابه خطيره وبيتنقل على المستشفى. لما داي بقى بتعرف اللي حصل ده بيبقى ليها راي مختلف تماما عن الكل، وبتقول لهم احنا مش هنمشي من هنا ولا هننسحب، احنا هنطلع نأدي الاغنيه اللي دونج حط فيها مجهوده كله ولازم ننجح غصبا عن اي حد. وبعد ما نخلص هنروح المستشفى ونحكي له قد ايه الاداء كان رائع والاغنيه نجحت وكسرت الدنيا. وبتطلع داي تأدي الاغنيه على المسرح بكل صدق واخلاص، وهي بتفتكر كل الذكريات الحلوه اللي عملتها في الكام يوم اللي فاتوا دول. وفي نفس الوقت ده في المستشفى بيبقى دونج محتاج نقل دم ضروري جدا، بس للاسف فصيله دمه نادره جدا وملهاش مخزون في المستشفى، والحل الوحيد انهم يلاقوا حد بنفس فصيله دمه في خلال ربع ساعه بالكتير قوي. لكن هم للأسف ما يعرفوش حد بنفس الفصيلة غير جدته وهي مش موجودة دلوقتي. لكن بعد شوية بتيجي داي تقول لهم أنا هتبرع له، دي نفس فصيلة دمي. فبيتخض تشوي من القرار العجيب ده وبياخدها بعيد كده علشان يفكرها إن الدم اللي هيخرج هيرجعها تاني للشيخوخة والعجز. بس هي بتقول له أنا عارفة كل الكلام ده كويس وبرضه مش هسيب حفيدي يموت. لما بتخرج بره بقى بتلاقي تشانج واقف مستنيها وبيقول لها تعرفي واحدة جوزها مات وهي حامل وشربت المرار علشان تقدر تربي ابنها ويطلع بني آدم محترم، بس للأسف هو طلع عيل جاحد وما اعترفش بالجميل. عموما يعني لو تعرفيها قولي لها ما ترجعش للعيلة دي تاني ولا تضحي علشانهم لأنهم ما يستاهلوش. فبتقول له لا يا ابني انا برضه هفضل امك مهما حصل، ولازم انقذ حفيدي حتى لو هيبقى اخر يوم في عمري. ومع اول شويه دم بيمشوا في اللاين بتتحول داي لسيده عجوز، او خلينا نقول انها بترجع لشكلها الحقيقي. وعامه بتروح تحضر حفلات دونج مع الفرقه بتاعته بعد ما بقوا مشهورين جدا، وحتى دوري رجعت لهم من تاني، ومرات ابنها تشانج بقت بتحبها اخيرا ومتقبله وجودها في الدنيا. ولحد هنا بيخلص الفيلم على كده. لو وصلتوا لحد النهاية ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتكتبوا لنا كومنت جميل كده زي ما بتعملوا دايما، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة علشان يشوف كل الملخصات اللي جاية. سلام.